ركز على نفسك قبل كل شيء. في حياتنا اليومية بنلاقي كتير بيهتموا بكل حاجة حواليهم، من الناس والشغل والعيلة، لكن ساعات بننسى أهم حد في الدنيا دي، نفسنا. لما ما نركزش على نفسنا أولاً بنكون زي المركب اللي ملهاش دفة، بنضيع وسط الزحمة ومش عارفين نتحكم في حياتنا. ليه لازم نركز على نفسنا؟ لأنك لو ما اهتمتش بنفسك مين هيهتم بيك؟ انت الأساس في كل حاجة بتحصل في حياتك، ولو حالتك النفسية والجسدية مش كويسة مفيش حد هيقدر يعوض لك ده. كمان لما تركز على نفسك بتكون أقوى تقديراً لذاتك، والثقة دي بتخليك تواجه تحديات الحياة بسهولة. إزاي تركز على نفسك؟ خصص وقت كل يوم عشان تفكر في نفسك، في أهدافك وفي اللي نفسك تعمله وتطوره. اعتني بصحتك الجسدية والنفسية، لأن الجسد والعقل لازم يكونوا في أفضل حالة. اتعلم تقول لأ لما تتعب أو تحس إن حاجة بتأثر عليك سلباً. استثمر في تطوير مهاراتك ومعرفتك علشان تقدر تحقق أحلامك. المهم مش أنانيتك، لكن أولويتك. التركيز على نفسك مش معناه تكون أناني، بالعكس دي بداية عشان تكون قادر تساعد غيرك بشكل أفضل. لما تكون مرتاح مع نفسك هتدي من غير ما تتعب أو تحس بنقص. خلاصة الكلام، لو عايز تحس بالسعادة والنجاح الحقيقي لازم تبدأ بنفسك. حافظ على صحتك، اهتم بأفكارك وطموحاتك، وادي لنفسك الأولوية اللي تستحقها. ركز على نفسك قبل كل شيء، لأنك لو وقفت على رجليك صح هتوصل لكل اللي في بالك وأكتر.